بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا مستمعي راديو هيتس وحلقه جديده من ساعه كوره مع الثعلب. هنتكلم عن حاجات كتيره النهارده. طبعا لا صوت يعلو فوق صوت نادي الزمالك وافريقيا والسادسه يا زمالك ان شاء الله وافريقيا يا زمالك، كل الناس على قلب رجل واحد. هنتكلم طبعا عن الزمالك، لكن طبعا كان في ماتشات امبارح واول للدوري العام امبارح والنهارده وبكره ماتشات مهمه جدا في الدوري. خليني اقول لكم الاسبوع الرابع ابتدى يوم الاربع امبارح. طنطا بتتعادل مع بتروجيت، واسوان بيخسر من الاتحاد على فكره مع كابتن مختار ماشي بشكل كويس جدا جدا جدا. كسبوا امبارح جون عاشور ادهم، جون رائع على فكره. الاتحاد السنه دي بشكل مختلف تماما مصري، وماتش مهم جدا مع المقصه وفوز المقصه رغم تحفظي طبعا على الاداء للمقصه. لاول مره المقصه ما يقنعنيش بشكل كبير، وبصراحه شابوه لحسام حسن اللي جات له في 10 دقائق طرد وبينالتي، وقدم مباراه رائعه بجميع المقاييس. بصراحه تحيه وتقدير لكابتن حسام، وتحيه طبعا لكابتن ايهاب جلال، ولكن ايهاب جلال عنده احسن اكيد من كده، واشتغل اكيد احسن من كده بكتير. لكن طبعا شفتوا امبارح حسام حسن والرياكشن الشهير بعد الماتش اللي شفناه كلنا بعد البينالتي بالذات، من الحاجات اللي دايما حسام حسن خد باله منها وبص للكاميرا. يمكن الماتش امبارح كل الناس بتعلق على الرياكشن بتاع حسام، هو دايما منفرد ومن الناس اللي ليها بصمه في الكره المصريه ان كان لعيب حتى ومدرب امبارح، ودايما ردوده غريبه وعجيبه، ودايما بصراحه بيعمل كل ما هو جديد. بس بصراحه امبارح الماتش كان عمل ماتش كويس جدا جدا جدا. خليكم دايما معانا على ابعت SMS على 8802 وكلمنا على 38353961. انا حازم امام موجود معاكم من 3 ل 4 النهارده الخميس، كل يوم اثنين وخميس اكون معاكم ان شاء الله. هالو ذيس مي حازم ماشي. ناس يعني بتبعت ومعاكم على التليفون زي ما قلت لكم. ماتشات الاسبوع الرابع امبارح كان طبعا اخر مباراه المقصه فوز على مصر. النهارده يمكن بيتلعب من 25 دقيقه المقاولين العرب مع طلائع الجيش، الساعه 5 امبي مع سموحه، والساعه 7:30 وادي دجله مع الانتاج الحربي. عايز اقول لكم بقى نروح للزمالك. الزمالك بيتاهل لنهائي افريقيا للمره السابعه في تاريخه في دوري الابطال، فاز باللقب 5 مرات ولم يخسر سوى مره واحده فقط، كانت امام طبعا الترجي. الزمالك وصل الفاينل وكان الماتش الاول في مصر 0-0، والزمالك خسر في الذهاب كان ماتش مع تونس طبعا مع الترجي وخسر 3-1. الجون بتاع بن رخيصه اهداف، يعني كان 3 أهداف. ولكن دايما الزمالك لما بيوصل دايما بيحقق اللقب تقريبا، ما عدا هي المره الوحيده. النهائي الاول للزمالك في افريقيا عام 84 وفاز باللقب على شوتينج ستارز النيجيري بالقاهره بهدفين، جمال عبد الحميد. وفي الاياب خسر بهدف واحد. طبعا جيل عظيم، كابتن جمال عبد الحميد بقى وطارق يحيى وابراهيم يوسف الله يرحمه، اسامي كبيره جدا مش عايز انسى حد طبعا، كابتن محمد حلمي، يعني اسامي كبيره جدا. النهائي الثاني كان بعديها بسنتين 86 ولعب امام افريكا سبور الايفواري وفاز بالقاهره برضه بهدفين احرزهم ايمن يونس، وخسر في ابيجان بهدفين، والزمالك فاز بركلات الترجيح 4-2. النهائي الثالث سنه 93 امام كوتوكو مع كابتن جوهري، اتعادلوا في مباراه سلبيا وفاز الابيض بلقب ركلات الترجيح. فاكرين طبعا كان كابتن حسين السيد هو اللي واقف، وبعدين قبل الماتش ما يخلص كابتن جوهري نزل نادر السيد يلعب البلنتيات، ودي كانت من الحاجات الغريبه شويه اللي كانتش الناس لسه متعوده بقى على ان جون بينزل يوقف بس البلنتيات. كان عملها كابتن جوهري مع نادر السيد، كان نادر السيد يجيد بشكل كبير الموضوع. طيب خلينا نروح بسرعه لجنوب افريقيا. كل الناس بقلبها على نادي الزمالك وعايز تعرف اخبار نادي الزمالك، كل الناس السادسه يا زمالك افريقيا يا زمالك ان شاء الله باذن الله يجوا لنا رجالتنا من هناك بالنصر باذن الله. خلينا ناخد معايا على التليفون عضو مجلس اداره النشيط والحيوي جدا واللي عامل شغل كويس جدا مع كل المجلس بصراحه، الاستاذ احمد مرتضى منصور. مساء الخير يا احمد. مساء النور يا كابتن، ازي حضرتك؟ ازيك يا ابو حميد، عامل ايه؟ رئيس البعثه طبعا، ويعني منورنا في التليفون، وان شاء الله يعني كده ربنا يوفقنا باذن الله يوم السبت ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن ان شاء الله. وشايف لحضرتك صوره حلوه امبارح. كلنا كل الناس كلها طبعا مستنيه السادسه طبعا ان شاء الله باذن الله. الظروف ممكن تكون صعبه شويه، لكن الرجاله اشتغل بشكل كويس، مجلس الاداره اشتغل بشكل كويس، الناس كلها شايفه باذن الله المكسب باذن الله ان شاء الله. صح ان شاء الله باذن الله. يعني يا كابتن حازم، هو احنا دلوقتي عشان بس الناس تبقى عارفه احنا ابتدينا التدريب حالا. كان في ازمه في الملعب لكن اتحلت الحمد لله، نقلنا ملعب تاني جيد جدا الحمد لله.
ازمه يعني كان رحتوا ما عجبكوش الملعب اللي هم حددوه لكم ولا؟ لا الملعب كان في مظاهرات للطلبه في الجامعه يعني. احنا بنتدرب في ملاعب للجامعه. ففي الجامعه اللي كنا اتدربنا فيها امبارح فيها زي مظاهرات كده خفيفه، فودونا جامعه ثانيه. بس دي مش مأثره على حاجه؟ ما في التمرين بعيد عن الكلام ده كله يعني؟ الدنيا يعني الدنيا امان يعني؟ لا 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 بيس لا, يعني. لا 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 يعني هي في نفس المدينه، كل مسافه 10 دقائق من هنا للاوتيل ومن هنا للاوتيل 10 دقائق برضه. اللعيبه نزلت اهي التدريب النهارده، ما فيش اعلاميين هيحضروا يعني ولا بكره. في بعثه اعلاميه كبيره معاكم في نادي الزمالك؟ حوالي 15 صحفي ومراسل ومصور. بالفعل اللعيبه نزلوا هم التدريب وابتدوا، واعتقد ان التركيز ان شاء الله. وانا عايز اقول حاجه، هو مفيش صعوبات ان شاء الله زي ما حضرتك قلت. انت لعيبه رجاله، الفرقه فيها 18 واحد راجل، الجهاز الفني شايف شغله كويس. كل الظروف مهيئه. اعتقد ان الماتشين اللي كانوا فاتوا دول ان شاء الله مش هيحصلوا تاني، اللي هو ماتشين سان داون وحتى ماتش الوداد ان شاء الله. دي حاجه واتنست خلاص. احنا جايين النهارده بنلعب فاينل، اللعيبه بتكتب بطوله مهمه لنادي الزمالك باساميهم، وجمهور مصر كله بس هو دعواته ان شاء الله. احنا بنلعب بلد كبيره ونادي كبير، احنا عارفين مسؤوليه ان شاء الله، ونرجع ان شاء الله كسبانين باذن الله ان شاء الله. طب معلش يا استاذ احمد، هسالك برضه على ستانلي، كان عنده اصابه خفيفه كده، الحمد لله بقى كويس ونزل التمرين. كل اللعيبه الحمد لله قدامي كويسين، وستانلي اهو كويس الحمد لله، الله اكبر يعني. وان شاء الله هيكون يعني ان شاء الله انا هنكون قد المسؤوليه باذن الله. انتداب رائع ستانلي، وان شاء الله يكون عند حسن الظن باذن الله. يوم السبت ناس كتير حاطه امال على ستانلي، خصوصا في مباراه الذهاب، على السرعات اللي عنده وعلى الشغل الهجومي اللي هيشتغل عليه ان شاء الله كابتن مؤمن. ان شاء الله، والمعنويات مرتفعه يا كابتن حازم، واللعيبه يعني عارفه كويس قوي هم جايين يعملوا ايه ان شاء الله. لعيبه المنتخب مفيش اجهاد، الدنيا كويسه خلاص، عملوا استشفاء كله تمام؟ لا اتدلكوا كويس وقعدوا في الثلج. عملوا انا كنت امبارح كانوا طالبين ثلج وجابوا ثلج يعني لا ان شاء الله ما فيش اجهاد ان شاء الله. ان شاء الله. مباراه المعيشه يعني هاخدك برضه على مباراه العوده. الجمهور ان شاء الله هيبقى الدخول ازاي؟ نفس كان السيستم قبل كده في الماتش الاول، ماتش الوداد اللي هي استمارات والكلام ده كله، برضه هتتعمل على نطاق اوسع وعلى سكيل اكبر شويه؟ يعني حضرتك احنا لغايه دلوقتي تقريبا موزعين 80,000 استماره. ويعني لحد ما قبل ما اسافر، فما اعرفش ممكن العدد يكون زاد. لكن هي الاستاد يمكن اعلنوا ان هم هيكونوا 40,000، لكن ان شاء الله يزيدوا. المرتضى بلغني ان شاء الله هيوصلوا ل 70,000 ان شاء الله. هنشتغل على كده، وان شاء الله هيكون الاستاد مليان ان شاء الله. طب انا معلش يعني في ناس كتيره جدا بيسالوني عايزين نجيب تذاكر، ايه المفروض اي مشجع يعمله عشان يروح يجيب تذكره برضه؟ عشان ناس كتير جدا عايزه موضوع التذاكر. لا هي التذاكر هتنزل في المنافذ عادي. هي حضرتك ما دام انت معاك الكارنيه او عامل الاستماره دي، يعني لازم الاول اروح اعمل استماره من نادي الزمالك عشان بس نقول للناس صحيح. يعمل ايه عشان يجيب تذكره؟ يروح الزمالك، نادي صحيح. الزمالك يعمل يروح لمين يعني؟ يروح للاداره علاء مقلد مثلا، علاء مقلد، ولا يروح يا فندم. هو الصاله المغطاه احنا كل يوم عاملين حوالي 20 موظف بيستقبل الجمهور وبيعملوا الاستمارات. الموضوع ما بياخدش وقت يعني، هو 10 دقايق. وفي الاكاديميات في كل المحافظات تمام. يروح بقى بالاستماره دي ياخد من المنافذ يشتري بيها التيكت، صح كده؟ بالبطاقه بالكارنيه يعني. هو بيتعمل له كارنيه بيستلمه، وبعد كده احنا تقريبا سلمنا حوالي 35,000 كارنيه، وفاضل الباقي دول ان شاء الله خلال الاسبوع ده. يعني الشغل شغال دلوقتي، احنا شغالين دلوقتي ان شاء الله. يعني انا مش عايز اتعبك، وبشكرك شكرا جزيلا ان حضرتك فاتح تليفونك وكلمناك. انا عارف طبعا مسؤولياتك النهارده وانت رئيس بعثه. حبيبي ربنا معاك وكل مصر معاك ان شاء الله باذن الله، وترجعوا باذن الله بالنصر باذن الله. بشكرك استاذ احمد شكرا جزيلا. تحياتي للجميع. احمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره نادي الزمالك، واتكلمنا معاه عن البعثه، طمنا عليها ان في مظاهرات طلابيه، ولكن الحمد لله يعني اللعيبه راحت لملعب تاني ومش حاسين باي حاجه، مفيش قلق ولا حاجه، والفرقه كلها كويسه، السلي كامل كله تمام. نطلع لفاصل نسمع يا اسلام. ماشي. النهارده زي ما قلت في ماتشات اللي بتتلعب، المقاولين مع طلائع الجيش، وامبي مع سموحه الساعه 5، وادي دجله مع الانتاج الحربي. الجمعه
الاسماعيلي بكره طبعا، الاسماعيلي والنصر التعدين، الزمالك طبعا متاجل مع الشرقيه، والسبت الداخليه مع النادي الاهلي. لو انتم واخدين بالكم شويه هتلاقوا دايما الماتشات الدوري نوعا ما هتبقى دايما في الويك اند، ودي حاجه يعني انا من الناس اللي مبسوط بيها في اتحاد الكوره اللي عاملينها، ان بيحاول يحافظ على ان دايما يبقى الاسابيع اللي فيها كوره بيبقى دايما الويك اند زي ما بنشوف في اوروبا نوعا ما، بنحاول نعملها. مش هيبقى كل الاسابيع طبعا، في ماتشات هتضغط وفي مؤجلات للزمالك، وهيبقى في مؤجلات ممكن بعد كده مع وجود بطوله افريقيا اللي هتبقى في شهر يناير، فاكيد هيبقى في مؤجلات تتلعب في وسط الاسبوع، لكن مينلي هتبقى دايما الاسابيع او الماتشات كلها تتلعب في الويك اند، او مثلا اربع خميس جمعه خميس جمعه سبت. انا شايف ده هيبقى اعلاميا كويس، الناس تنظم نفسها، الدنيا تبقى عارفه ماتشات دايما تتلعب امتى، زي اي بلد عندها جدول محترم في كره القدم. عايز اقول ان الزمالك زي ما انا قلت، كنا لسه بنتكلم على الزمالك، طبعا مصر كلها او الزملكاويه، لان طبعا الاهلي بيشجع الاهلي والزملكاوي بيشجع الزمالك، والموضوع بقى ان باسم مصر ده يعني مش مقتنع، الناس كتير ما بتقتنعش بيه قوي، يعني قليل قوي اللي بقى اهلاوي يشجع الزمالك في افريقيا او الزملكاوي يشجع الاهلي في افريقيا بصراحه. يعني خلينا واقعيين، الموضوع ده بيتقال كاعلاميين، ولكن على ارض الواقع ما بيحصلش. طبعا الزملكاوي بيشجع الزمالك فقط، والاهلاوي بيشجع الاهلاوي فقط، والاسماعيلي بيشجع الاسماعيلي فقط، وده على فكره انا بشوفه طبيعي في كره القدم. يعني لو رحت ريال مدريد سالته هتشجع برشلونه وهو بيلاعب ميلان في الشامبيونز ليج هيقول لك طبعا لا. لو رحت مانشستر سيتي قلت لهم هتشجعوا مانشستر يونايتد في اليوروبا ليج مثلا ضد كذا عشان انجلترا بتلعب هيقول لك لا. فده طبيعي، ولكن الاكستريم بقى هو الغلط، التعصب، اي حاجه فيها تعصب زياده هو ده الغلط في كل حاجه. تعصب في الكوره، تعصب في رايك، اي حاجه فيها زياده عن اللزوم بتروح تشجع فرقتك تنبسط. طبعا كل واحد لما بتتغلب فرقته التانيين بيغيظوه شويه، ده طبيعي في العالم كله، ولكن الحاجات الزيادات هي اللي فيها بقى تهجم، فيها شتيمه، فيها حاجات، ده انا بشوف ده تعصب زياده عن اللزوم. لكن طبعا من حقك تشجع فرقتك، من حقك ما تشجعش انت عايش، ده طبيعي ودي حريه شخصيه ما دام انت ما بتاذيش حد وما بتهنش حد. موضوع الخيانات دي انا اشوف الخيانه ان لا، انت لما تشجع منتخب غير بلدك هو ده الخيانه، ولكن النادي انا بشوف لا، كل واحد يبقى حر يشجع ناديه. ده موجود وده واقع على فكره، مش بفتي من عندي او بقول حاجه، ده واقع كلنا عايشينه، وكلنا لينا اصحابنا وبنشوف الناس عامله ازاي. الاهلاويه لما الزمالك بيخش فيهم جون بينبسطوا، والزمالكاويه لما الاهلي بيخش فيهم جون بينبسطوا. ده الواقع، وده على فكره في العالم كله. انا كنت بشتغل، لعبت في ايطاليا وكنت بشوف ناس بتشجع يوفي ولما الميلان بيخش فيه جون بيبقوا مبسوطين جدا، وده معناه ان هو مش مثلا بيخاين لايطاليا ولا حاجه. طيب خليني برضو ناخد شويه رسائل معانا. يا رب الزمالك يكسب يا كابتن، ورقم 14 يدلعنا تاني ان شاء الله. ايمن حفني بصراحه بيدلع وعامل شغل كويس جدا، وعليه امل كبير ان شاء الله في ماتش يوم السبت، وماتش طبعا العوده باذن الله، وكل اللعيبه مش ايمن حفني بس، وان شاء الله يفضل رقم 14 من الارقام المهمه في نادي الزمالك. وبصراحه ايمن يعني شرف الفانيلا اللي لابسها. يا كابتن ده طبعا نمره اخرها 85. يا كابتن المورنينج رايد بالهارلي ماشي مع ده فين يا ونظامه ايه؟ ده كان هنا في 6 اكتوبر الصبح كده، كنت بلف شويه مع اصحابي. ده نمره اخرها 76. كابتن حازم انت مسافر تحضر الماتش هنا ولا لا؟ انا مريم، لا والله يا مريم انا مش هسافر الماتش في جوهانسبرج، انا يعني للاسف هيبقى ممكن يبقى عندي شغل، وممكن اعمل الماتش انا استوديو لسه، بس بنشوف، انا مش عارف بالظبط لسه. احمد عبد اللي مش عارف ايه عبد الناصر سوري. يا رب الزمالك يكسب يا كابتن تاني. ماشي يا ابو حميد، ماشي يا عبد الناصر. عايز اسمع ده مش عارف ايه ده يعني. طيب دي يمكن رسائلكم على 8802، لو في حد عايز يكلمنا على 3835 انا اكمل معاكم مشوار الزمالك الافريقي، لان ممكن الناس ما تعرفش تاريخ مثلا او عارفين الحاجات الماضي القريب، يعني كان مثلا 2002، لكن الزمالك زي ما قلت لكم كسب البطوله، تاهل لنهائي افريقيا 7 مرات في تاريخه وفاز بلقب 5. وصلنا لنهائي كوتوكو 93، النهائي الرابع 94 وخسروا امام الترجي زي ما قلت لكم التعادل السلبي في القاهره، وخسر في تونس 3-1. ارجع تاني لتليفوناتنا، وتليفون معانا مع طبعا عضو مجلس اداره اتحاد الكره وحكمنا الدولي الكبير كابتن عصام فتاح. مساء الخير يا كابتن عصام. مساء الخير يا كابتن حازم، ومساء الخير على كل مستمعيك الكرام. حبيبي يا كابتن عصام، اخبارك ايه؟ طمنا عليك وعلى الدنيا، اتحاد الكوره اخباره ايه؟ بخير طول ما انت موجود فيها يا كابتن حازم. ربنا يبارك. الحكام ايه الاخبار من وجهه نظرك التحكيميه؟ شايف الاسبوع الرابع كده بدايه من امبارح الدنيا ماشيه ازاي يا كابتن؟
والله 3 مباريات امبارح كابتن حازم، طنطا وبتروجيت واسوان والاتحاد والمصري والمقصه. اعتقد كان حسن ختام الحقيقه باداء راقي جدا ورائع جدا فعلا من ابراهيم نور في المصري والمقصه. اتعرض لقرارات صعبه كتير جدا اعتقد نجح فيها كلها بالظبط كده يا كابتن. وما تأثرش الراجل، يمكن الدقيقة 10 او الدقيقة 12 في طرد وبعد كده ركلة جزاء ثم ركلة جزاء اخرى للنادي المصري. اعتقد ادى هو والطاقم اداء راقي جدا جدا الحقيقة. يعني خلانا كلنا مستشعرين خير بالقادم ان شاء الله للتحكيم. ايضا مباراة طنطا وبتروجيت اعتقد ان الطاقم ادى مباراة جيدة الحقيقة، في هناك بعض الاخطاء ولكن الحمد لله لم تؤثر على نتيجة المباراة وده شيء مهم. أسوان والاتحاد أيضا هدف صعب جدا 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 اللي انتهت به المباراة، وأعتقد كان تميز من الحكم المساعد محمد هو كان يعني ليه كده ليه اوفسايد حسب وهو مش اوفسايد بس معاك يعني في خطأ لا اعترف الصعب عملها والسهل ما عملهاش والسهلة ما عملهاش والحمد لله برضو يا كابتن حازم ان اللعبة الاوفسايد كانت لصالح الاتحاد يعني مش لصالح الصعيد. هو على فكره الاخطاء وارده يا كابتن عصام، العالم كله بيغلط يعني. كابتن حازم انت بتحلل الدوري الاوروبي وبتحلل البطولات الاوروبيه كل اسبوع في اخطاء كوارث. احنا المهم يا كابتن حازم ان احنا يكون في احترام متبادل، ده اللي احنا بنطلبه ما بين كل عناصر اللعبه وخاصه بعنصر التحكيم. احنا بنحترم الجميع ولازم الجميع ايضا يحترمنا من اجل ان يكون عندنا منظومه محترمه الحقيقه. لازم الحكام يبقى ليهم احترام وتقدير وده طبيعي عشان تنجح المنظومه بشكل كامل. ما ينفعش نهاجم على طول لازم وننقض على طول، لازم الصح. امبارح بصراحه ابراهيم نور الدين عمل ماتش رائع وعالمي ويمكن يا كابتن في ناس قالت لك بس بدري قوي الطرد، بس بدري قوي يعني فاهم كأن مثلا ما ينفعش تاخد طرد بدري او انذار بدري. هل هو صحيح ولا خطأ؟ يعني دي المشكله. الراجل كان عنده فرصه محققه لاحراز هدف والمهاجم وتم اعاقته. طيب الراجل لو ما نفذش القانون هنيجي نلومه وهتلاقي استوديوهات التحليل نفسها هتلومه بشكل كبير انه حكم مش شجاع، انه حكم جبان ونخش في هذا. لكن الراجل نفذ القانون. اعتقد ان الجميع راضي عن الاداء طبعا. اعتقد ان حتى كابتن حسام نفسه ما اعترضش الراجل بصراحه وكان حتى يعني ولما كان النادي المصري ليه حق في ركله الجزاء الراجل احتسب ركله الجزاء، لكن هو طبعا مش مسؤول عن الكره تيجي جون او لا. بصراحه كان كويس جدا التحكيم امبارح، ان شاء الله اتمنى كده دايما على طول كده ان شاء الله. وانا عاوز بس اقول لحضرتك 3 حاجات كده مهمين يا كابتن حازم تم اخذهم من قبل مجلس الاداره، وهي صرف كل بدلات الحكام. وكنا الحقيقه في البدايه لما عملنا احصائيه لقيناهم الباقيين الفلوس المتاخره 1,700,000 للاسف طلعوا 3,5 مليون. وبدانا الحقيقه المهندس هاني ابو ريده الحقيقه مضى الشيكات، وبدانا من اليوم الناس بتقبض النهارده بيقبضوا هذه الفلوس، فان دي اول مره تحصل بامانه ان نبدا موسم والحكام ما لهمش فلوس. دي حاجه. الحاجه الثانيه السماعات، خدنا قرار في المجلس اللي فات حلو قوي بان احنا نشتري السماعات خلال يا كابتن حازم 3 أسابيع بالكثير، شهر بالكثير قوي. شركه هولنديه هي اللي هتفرض لنا السماعات 10 اطقم. فالحمد لله دي جايه. حاجه كمان ثالثه ودي اول مره تحصل في تاريخ اي اتحاد، ان احنا هنجيب ملابس للحكام، الملابس التحكيميه للمباريات هنجيب في البدايه من 500 ل 600 طاقم. الطاقم بيشمل ل3 شيرتات الوان مختلفه وشورت وشرابين. فاعتقد ده حاجه كويسه جدا، ويعني بشكر اتحاد الكوره جدا جدا على لسه بقول فعلا الناس هتشوف اتحاد الكوره بيعمل حاجات كويسه زي ما بنشوفها في البطولات الاوروبيه والعالميه. يعني السماعات الناس كانت بتطالب بيها بشكل كبير. حضرتك اهو تفضلت وقلت ان خلال 3 أسابيع شهر بالكثير هيكون الحكام بالسماعات اطقم ملابس. وان شاء الله كنت بقول على موضوع الكوره برضو ان شاء الله باذن الله ممكن الموسم القادم يكون موجود كوره للدوري. نحاول نتطور زي ما العالم بيتطور. طيب عندي برضو حاجه مهمه سمعنا عليها برضو حضرتك تقول عليها، موضوع ال6 حكام اللي هم هيبقى حكمين كمان على الخط المرمى هنا وعلى خط المرمى هنا. ده فعلا ممكن يطبق السنه دي يا كابتن عصام؟ ان شاء الله يا كابتن حازم. وده اتكلمت مع المهندس هاني الحقيقه، لكن هتكلم بشكل عام مع المجلس ان احنا يوم الاثنين ان شاء الله المجلس القادم ان شاء الله نطبقه ما بين الدورين يا كابتن حازم، او
في التوقف اللي هيبقى تقريبا اكتر من شهر اللي هتقام فيه بطوله كاس الامم ان شاء الله، نقدر نطبق ده. وحتى السماعات اللي جبناها كابتن حازم، السماعات الطقم الواحد عباره عن 5، يعني اذا الحكم والحكمين المساعدين والحكمين المساعدين او الحكمين اللي هيبقوا موجودين على الخطوط هيبقوا شغالين. يعني احنا ما قدرناش نجيبها 4 على اساس بصينا لقدام ان احنا ممكن نطبق الحكم الاضافي. فان شاء الله السماعات اللي جايه هتبقى صالحه للاستخدام بالنسبه لل5 حكام، والحكم الرابع ده بيبقى قريب من الحكم. وبتفرق يا كابتن الحكام اللي على الخط دي ايه بتفرق في هي تحسب بقى الفلنتيات الكره اللي تعدي الخط بقى الامور اسهل شويه. بالظبط يا كابتن حازم، ان الناس كانت فاكره ان الحكم الاضافي ده الموجود على الخط ان دوره بس انه يبين الكره عبرت خط المرمى او لا ما بين القائمين وتحت العارضه. لا بالعكس، ده هو يقدر يحسب ركله جزاء، يقدر يطرد لعيب لو هذا الخطا تم خارج رؤيه الحكم، فهو ليه سلطات لا تقل عن سلطات الحكم. فده اكيد هيقلل بشكل كبير الاخطاء اللي بتقع اثناء المباريات. بشكرك كابتن عصام، شكرا جزيلا، ربنا يوفقنا ان شاء الله ككرة قدم، ويبقى الموضوع دايما كرة قدم في احسن حالاتها باذن الله ان شاء الله. بشكرك كابتن عصام. ويمكن ده تطوير التحكيم بشكل كبير والمنظومه الاعلاميه. يمكن شفنا امبارح التحكيم كان بصراحه ممتاز. ابراهيم نور الدين في مباراه الاسبوع الرابع. النهارده لغايه دلوقتي طلائع الجيش متقدم على المقاولين العرب في اولى دقائق، يمكن من الدقيقه 41 من الشوط الاول. خلينا نطلع لفاصل نسمع مدحت صالح ونرجع نكمل كلام. ساعة كورة مع حازم إمام، نتكلم عن الكورة المصرية. وطبعا برضو عايز اقول لكم على الشامبيونز ليج، ان في الشامبيونز ليج هتلعب الاسبوع ده. عارفين الشامبيونز ليج هيرجع تاني. كان الاسبوع اللي فات ماتشات فيفا دي وكده، ما كانش فيه طبعا ماتشات، ولكن الاسبوع القادم في ماتشات دوري وفي ماتشات مهمة على فكرة. في ماتشات كتيرة جدا الاسبوع الجاي سبت وحد، طبعا الزمالك وسان داونز. لكن في على اوروبا مثلا صلاح هيلاعب نابولي، ماتش مهم جدا جدا لصلاح. والدوري الايطالي بيبقى ماتش مهم جدا في مانشستر سيتي اعتقد مع ايفرتون. في يعني في ماتشات كتيره انا مش متذكرها قوي، لكن في ماتشات مهمه. اللي بيحب كره القدم العالميه هيبقى فيه حاجات كتير. خلينا ناخد التليفون. هبه من القاهره. مساء الخير يا هبه. الو مساء الخير يا زوما. ازيك يا هبه، عامله ايه؟ اول ايه اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام تمام والله يا زوما. قولي لي ايه، انت طبعا زملكاويه هتتكلمنا على الزمالك، قولي لي بقى الزمالك ايه الاخبار؟ طبعا قلقانين كلنا، منتظرين الماتش على احر من جمر زي ما بيقولوا. نفسنا نكسب طبعا وناخد البطوله، محتاجينها بجد يا زوما، خصوصا 14 سنه. هو بس اللي عاجبنا 14. ايوه رقم خير باذن الله، ربنا يستر. هو اللي مصبرنا رقم 14. ربنا يستر ان شاء الله. لا ان شاء الله نكسب ونحقق البطوله والزمالك يحققها باذن الله ونتبسط كلنا. في حاجه بس عايزه اتكلم عليها يا زوما معلش. بالنسبه للتاني المواقع الرياضيه بينشروا اخبار كذب عن الزمالك حاليا. زي ايه مثلا؟ يعني مثلا قبل الماتش وقبل الفريق ما يسافر اتكلموا ان خالد رمزي خالد قصدي قلت مين خالد رمزي ده؟ مؤمن سليمان اتخانق معاه ومشاه من التدريب وما حضرش التدريب والكلام ده، وهو كل الحكايه كان عنده مغص وخرج عشان يتعالج. طبعا المواقع الرياضيه كلها اتكلمت وقالت وكلام ملوش اي لازمه. وبرده بالنسبه لمصطفى فتحي اتقال ان هو بيتعاقب عشان عايز يحترف. برضو الكلام ده غير صحيح. فانا نفسي بس يعني يبقى في حمله ضد المواقع دي. انت شايفه ان ده مش وقت كلام على خناقات وكده؟ الزمالك رايح يلعب باسم مصر بالظبط. وده يمكن يعني الناس كلها يعني بقت عارفه دلوقتي. هقول لك حاجه برضو، يعني لو خدتي بالك قبل ماتش المنتخب برضو مع الكونغو طلع ناس يتكلم عن ان كوبر ماشي بالظبط. حضرتك علقت على الموضوع يعني ليه يعني خلينا نقف مع الناس اللي بتلعب باسم مصر، ان كان منتخب ان كان نادي، لغايه لما الماتش يخلص. بعد كده انقد براحتك واشتغل براحتك واعمل اللي انت عايزه، مع احترام طبعا لجميع النقاد والمواقع الرياضيه الجميله اللي بتدينا كل الاخبار وبتدينا الحاجات الكويسه. بشكرك يا هبه، شكرا جزيلا. اخر حاجه معلش يا زوما، بس عايزه حضرتك تدعم موضوع اطفال 57 عملوا هاشتاج عشان يحضروا ماتشات الماتش النهائي. تمام. وبيدعموا الزمالك جامد جدا. كانوا لسه انا نزلت امبارح عندنا بخصوص الموضوع ده، فيا ريت حضرتك برضو تطلب او يبقى في مدرج مخصص للناس دي. تمام ربنا يعني حاجه حلوه جدا، وحاجه طبعا اكيد اي حد في مجلس الاداره بيسمعنا دلوقتي واكيد بيسمعونا مش هيتاخروا عن الموضوع اللي حضرتك بتتكلمي فيه. بشكرك هبه، شكرا جزيلا. يبقى في يعني مدرجات كتير شويه، اعتقد ممكن يبقى نص ربع اي حاجه. هو مجرد المشاركه اكيد بالنسبه لهم ان هم يطلبوا المشاركه دي حاجه يشكروا عليها بشكل كبير.
والماتشات دي على فكره بتلم وبتجمع وتخلي ناس كتيره ترجع تاني للملعب، وتخلي الاحساس بالانتماء لوطنك او انتماء لناديك بشكل كبير جدا جدا. الزمالك عامل، جمهور الزمالك عامل احتفاليه كبيره شفناها يمكن في مطار القاهره، كان حوالي اكتر مش عارف عدد كتير جدا جدا كانوا متواجدين لتوديع بعثه الزمالك لجوهانسبرج، عدد رائع ومفيش حد تجاوز، وكل الناس كانت بتشجع بشكل محترم جدا جدا جدا. وده يعني الواجب لاي نادي جمهوره بيوصل لفاينل. ان كان اهلي شفناه قبل كده في ماتشات كتيره جدا، الاهلي لما بيوصل فاينل بيحصل نفس الكلام. جمهور الزمالك عامل شغل عالمي حتى الان، ان كان في المطار، في الملاعب، او يعني في الملعب او في السوشيال ميديا كله افريقيا. الزمالك خلينا ناخد يوسف من القاهره. مساء الخير يا يوسف. مساء الفل، ازيك يا كابتن؟ ازيك يا يوسف، عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله، كويس؟ كله بخير، كله زي الفل. قول لي يا يوسف، عايز تقول ايه؟ كنت يا كابتن كنت عايز اتكلم بس على حاجه بسيطه في المنتخب كده. احنا دلوقتي طبعا احنا كان الفتره اللي فاتت كان كل الناس بتدافع دفاع قوي جدا جدا على مستر كوبر، وده طبعا ده حاجه كويسه. هو طبعا احنا حاجه كويسه جدا ان هو ضمن مين بيدافع عن مستر كوبر كان؟ لا يعني احنا دلوقتي كل الناس الاعلاميين الرياضيين، وحتى يعني حضرتك قلت كلمه كويسه جدا اللي هو الراجل بيشتغل في حدود امكانياته. بس انا حاسس دلوقتي المنتخب لا في عناصر قويه جدا جدا. انا كنت حاسس ماتش الكونغو ده كان ممكن يخلص اكتر بنتيجه اكتر من كده بكتير جدا. وصلنا كتير جدا للمرمى، يعني وصلنا 4-5 فرص مؤكده. بالظبط، احنا كنا بس انا كنت حاسس ان احنا كل اللي بنلعب زون ديفنس، وكنا سايبين فرصه ان الميد فيلد بتاع الكونغو يوصل كور كتيره جدا جدا للثلاث لعيبه الاتاكرز. فدلوقتي احنا لو كان في بريشر من نص الملعب بتاعهم كان بسهوله جدا جدا كنا هنقتل الهجوم بتاعهم خالص. هي النظريه يعني وجهه نظر يا يوسف، طبعا هو البريشر من قدام ده كويس جدا، لكن ممكن يعني وجهه نظري ان ممكن لما تضغط من قدام كتير يحصل لك مشاكل ورا كتير، يبقى الملعب مفتوح شويه اكتر، فممكن هو يخاف يعمل الكلام ده بره ملعبه، يحصل فيه مشاكل دفاعيه، يخش في جون. يعني هي وجهه نظر طبعا. يعني انا بحس ان احنا بنطمع الفرق ان هي تجيب فينا جوان، يعني ده البوينت بس. يعني لا احنا قوي جدا، بقى عندنا عناصر، وبقى عندنا كمان عناصر محترفه كتيره جدا، في خبرات كتيره جدا صح. جدا في المنتخب. فبس لا احنا عندنا قوه هجوميه عاليه جدا. يعني هو فعلا المفروض نقطه زي نقطه كل الاتاك من ناحيه صلاح. لا انت كان عندك تريزيجيه، عندك رمضان صبحي كان ممكن يشارك قبل يعني في وقت بدري عن كده كمان. كان لا يعني كان في عندك اختيارات كتيره جدا جدا. بس عايز اقول لك حاجه يا يوسف، يعني الراجل لعب يعني وصل بالشكل اللي انت شايفه ده، وصل افريقيا على نيجيريا، اللي انا هقول لك من دلوقتي وافتكر كلامي كده، نيجيريا دي هتبقى عامله شغل كويس جدا في كاس عالم، في تصفيات كاس عالم، وهتبقى فرقه قويه جدا. واول ماتش ليه بره ملعبه خد 3 نقط. يعني قصدي هو ماشي بسيستم ممكن يبقى ايه، احنا مش راضيين عنه كشكل وكمنظر وشايفين مثلا احنا لازم نهاجم، لكن هو قصدي بيوصل اللي هو عايزه بالشكل اللي هو فيه نوع ما تحفظ شويه. هو الزون ديفنس بس يبين يعني ممكن الاخطاء الدفاعيه. يعني انت لو عندك يعني انت بتلعب زون ديفنس لا يبقى لازم تبقى تعرف تلعب زون ديفنس محترم. لكن هو المشكله اللي هو كتير قوي ممكن يجي لك اخطاء بسبب الزون ديفنس. لكن انت لما بتعمل بريشر من قدام بيبقى صعب على الفرقه الثانيه اللي هي الباس تبقى 100% صح. يعني صح يا يوسف، وجهه نظرك وصلت، وواضح انت بتحب الكوره وبتفهم في الكوره بشكل كويس، كلامك يعني منطقي. ولكن دايما بيبقى كل مدرب له وجهه نظر. في مدربين متحفظين زي سيميوني، زي يعني في انديه حتى في مصر عندها بتلعب بشكل متحفظ، في انديه بتلعب من قدام وبتهاجم من قدام، لكن كل واحد كره قدم تحتمل كل وجهات النظر على فكره. عايز اقول يمكن في الموضوع ده معانا وقت، معناش ورجعنا لكم تاني وساعه كوره مع حازم امام. خليني برضو اقرا شويه مسجات. ثانك يو فوتبول يعني اتحاد الكوره، وثانك يو مستر كوبر، وشابو عبد الله السعيد نمر اخر 408. عندي طلب منكم ارجوكم انصروا رب الابطال، استاذ سيد الابطال، ارجو من كابتن حازم يكلمني يا نمره 94. عاوز اتكلم، كلمنا محمد احنا قاعدين. مبروك فوز المنتخب يا كابتن، وعقبال ما نوصل كاس عالم والزمالك يحقق السادسه. اتمنى انكم تتفقوا في اتحاد الكوره ان المشاكل تبقى على الطريق. صح والله العظيم كلامك زي الفل. انا يعني عن نفسي اتمنى من اخواننا وزمايلنا واحبائنا في اتحاد الكوره ان في اي مشكله مش على الفضائيات، على ترابيزه اتحاد الكوره، واعتقد انها مش تحصل تاني. اتمنى ذلك يعني، لان الموضوع ما بيتحلش ابدا قدام التلفزيون، عمر ما المواضيع تتحل. المواضيع تتحل دايما
في الحجرات المغلقه، والناس تعرف تحل، ودايما في مشاكل كتير كانت بتبقى اكبر واصعب وبتتحل كلها على الترابيزه بدون الدخول في التلفزيونات. كلامك صح 100%. نمر اخرها 1000. خلينا نروح لمحمد من القاهره. محمد مساء الخير من بنها. معلش يا محمد، ازيك يا محمد، عامل ايه؟ بركة يا باشا، بحبك والله جدا جدا. ربنا يبارك لك يا حبيبي، الله يخليك. والله بجد. اخبار بنها ايه؟ كله تمام؟ زمركاوي تمام الحمد لله. انت بتسمعنا من العربيه ولا من البيت؟ لا انا شغال من تمام ربنا معاك. بتشتغل ايه يا محمد؟ بتشتغل ايه؟ بشتغل نجار. برافو عليك، مبروك، يعني حاجه مشرفه وحاجه جميله. يعني بتسمعنا دايما؟ بتسمع راديو هيتس دايما؟ طبعا حبيبي، اول يوم لاخر يوم. يا كابتن حازم بحبك والله جدا ومن اشد المعجبين لك. الله يكرمك، ربنا يخليك يا حبيبي. الحمد لله على كل. قول لي بقى ايه عايز تقول ايه؟ وبتمنى ان الزمالك طبعا يفوز ببطوله افريقيا. وكان الكابتن خالد امبارح بمناسبه الكلام التشجيع وبتاع، يعني انت بتشجع ايه؟ كان الكابتن خالد ابو عمدور امبارح بيتكلم على حب الانتماء وان في اهلاوي يشجع زملكاوي. دي مستحيل. صح، دي مستحيله. يعني في بعض الناس اللي مالهاش في الكوره قوي ممكن تعملها. هو دي التشجيع يا كابتن، هو دي التشجيع. يعني حب النادي ده ان هو فعلا ما تحبش النادي الثاني، لان طبعا النادي الثاني لو فاز او الكلام ده هيبقى من جواك انت زعلان، خصوصا هو بيمثل مصر وبتاع. بس هو الزملكاوي زملكاوي، الاهلاوي اهلاوي. على في ماتش الاهلي المهم ان احنا لما يجي منتخب نشجع المنتخب، ما يبقاش النادي اكتر من المنتخب. بس هي دي الحاجه اللي ممكن نختلف عليها شويه. صح. لا المنتخب ده حاجه ثانيه طبعا. انا زملكاوي وبطلب من كل الزملكاويه ان ندعي للزمالك ان شاء الله وبالفوز في افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اهم حاجه بس الروح القتاليه اللعيبه في قلب الملعب، هو ده اهم حاجه ان شاء الله. ده فعلا ماتش روح، مش فنيات، هو ماتش روح وقتال في الملعب. بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا. خلينا ناخد بس شويه اخبار برضو سريعه كده. حظر اعلامي على لاعبي الزمالك في جنوب افريقيا، زي ما قال الاستاذ احمد مرتضى مسروم. البعثه الاعلاميه النهارده مش في التمرين، مش معاهم. جاليات تونس والجزائر والمغرب تساند الزمالك امام سان داونز. الحمد لله العلاقات معانا كويسه جدا، وكل الناس موجوده ان شاء الله معانا في سان داونز. سفراء الدول العربيه طول حضور موقعة سان داونز والزمالك. في ناس كتير عايزه تيجي زي ما قلت من الجاليات العربيه، وستانلي جاهز. ماير يمد فترة تواجد ربيعة في ألمانيا. قال مدير الكرة بالنادي الأهلي كابتن سيد عبد الحفيظ أن الطبيب الألماني ماير قرر مد فترة تواجد مدافع الفريق كابتن رامي ربيعة في ألمانيا من أجل وصل التأهيل بعد إجراء اللاعب جراحة تنظيف الركبة. إن شاء الله يرجع بالسلامة. رامي من اللعيبة المهمة جدا جدا للأهلي ومنتخب مصر، صغير في السن وسريع وقوي، أكيد هيبقى عودته مؤثرة لمنتخبنا. مش عارف هيلحق ماتش غانا ولا لا، نتمنى إن شاء الله إنه يلحق، خليني أشك طبعا، لكن ربنا بيوفقه ان شاء الله. حجازي ان شاء الله يلحق باذن الله. ثلاثي الاهلي وصل التاهيل قبل مواجهه الداخليه. مروان محسن ومحمد هاني وباسم علي بيوصلوا التاهيل للثلاثه التاهيليه اليوم الخميس خلال مران الفريق الذي يقام في تمام 4:30. ده يمكن اخبار على النادي الاهلي. خلينا ناخد اخر مكالمه معانا. شريف، مساء الخير يا شريف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا كابتن حازم؟ ازيك يا شريف، اخبارك ايه؟ معلش وطي الراديو بس شويه عشان انت انا بعدت عنه خالص اهو. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. مبدئيا يعني انت لو تعرف يا كابتن حازم، مش انا بس، يعني العيله بتاعتي كلها بتحب حازم امام قد ايه. حبيبي ربنا يخليك. يعني الله يكرمك. يعني التيشيرت 14 بتاعك ده مثلا فيه بتاع 20 نسخه في العيله. ربنا يخليك، ربنا يبارك لك. وايمن ماشي يعني كويس دلوقتي، ايمن ماشي مظبط الرقم. لا هو التيشيرت من اول الكابتن حسن شحاته لحد ايمن حفني طبعا تاريخ في النادي. مرام الكابتن جمال عبد الحميد وفي اسامي كتير. طبعا اسامي كتيره طبعا. وانت من الناس العظام اللي لبست التيشيرت ده حازم. الحمد لله. يعني طب قول لي شايف الماتش ازاي يا شريف؟ والله هقول لحضرتك حاجه، لو احنا باصين فنيات يعني هم اعلى مننا سنه فنيا، لان هم عندهم بديل كويس عننا، لان العدد بتاعنا قليل. لكن اللي احنا شفناه في ماتش الوداد هنا واللي شفناه في ماتش الاهلي وفي ماتش الاسماعيلي حاجه ما تعتبرش ورقه وقلم في عرف الكوره. لا ما اعرفش انت متفق معايا فيها ولا لا. يعني احنا كجمهور زمالك يمكن ماتش الكاس ما كناش متخيلين ان احنا هنكسب، وسبحان الله اللعيبه لعبت باداء احنا نفسنا ما كناش متوقعين. صح. ماتش الوداد هنا بتاع الاربعه كنتش حد يتوقع النتيجه دي. فانا رايي هو كابتن مؤمن سليمان في ميزه كويسه، يعرف يذاكر الفرقه اللي قدامه كويس.
هل انت متفق معايا في النقطه دي؟ طبعا مؤمن من اشد المعجبين بمؤمن، يعني زميل واعرفه من زمان، وكنت من اكتر الناس اللي مؤيده ان هو يكون موجود، يعني ربنا يوفقه ان شاء الله باذن الله. هو انا على قد ذاكرتي برضو هو كان زميل لي في المنتخب. طبعا هو جيلي يعني. صح انا عارف يا فندم. ومنتخب شباب، ويعني ايام كتيره يعني. حضرت تصعيد الناشئين بتاعكم كابتن مدحت عبد الهادي ومأتين الجمال وحازم امام ومحمد صبري واسامه نبيه، الخمسه دولت لما اتصعدوا ولعبتوا ماتش اهلي وكسبنا 2-0. انا يعني الحمد لله ذاكرتي كويسه. بس انا الماتش ده كنت انا بره السكور، هم اللي ابتدوا بقى لعبوا، هم اسامه وصبري ومعتمد ومدحت. انا كنت لعبت ماتش قبليهم وكنت كابتنهم، بس هم الماتش ده انا ما لعبتش، هم اللي لعبوا، ربنا كرمهم فيه يعني. انت عارف التاريخ كله يا شريف، برافو عليك والله. كابتن حازم انت وجودك بس في اسم النادي ده كفايه. ربنا يخليك يا حبيبي، يعني انا مش هلاقي مكالمه انهي بيها والله بالحاجه. حبيبي بقول لك خلقا قبل فنيات، ربنا يعلم. الحمد لله، بس جمهور مصر كله يعني. شكرا يا حبيبي، شكرا جزيلا. اتمنى ان كابتن مؤمن يكون ذاكر الفريق ده كويس، لان هو لو ذاكره كويس احنا هنكسب هناك 1-0 ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. وزي ما قلت يمكن مش هلاقي مكالمه اختم بيها حلقه النهارده غير زي مكالمه شريف كده. بشكرك يا شريف، رب اكون يعني ربع اللي انت بتقوله ده. عايز اقول برضو النهارده، او يعني الماتشات كنت بتكلم عن الماتشات المهمه. الدوري الانجليزي فيه ماتشات مهمه، تشيلسي مع ليستر، ارسنال مع سوانزي، مانشستر سيتي مع ايفرتون، ده ماتش حلو برضو. وزي ما قلت لكم في الدوري الايطالي روما نابولي. على فكره هيبقى للاسف هيبقى في نفس وقت ماتش الزمالك بالظبط الساعه 3 الظهر، ماتش نابولي وروما. في تشامبيونز ليج 3 و4 برضه المحبي التشامبيونز ليج هيتفرجوا عليه ان شاء الله. طبعا بس هيبقى معاكم الزميل سيف زاهر بكره يقول لكم، او يوم الجمعه السبت والحد هيقول لكم ايه بالظبط الماتشات. بشكركم شكرا جزيلا، وبشكر الناس اللي بعتت لنا والناس اللي كلمتنا.